يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي اوصلكم في الفيديو. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفه جديده وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده النهارده هنعمل مع بعض شويه فراخ او بانيه الشركات او بانيه المصانع او ناجتس زي ما تحبي تسميه سميه. انا بالنسبه لي النهارده هنعمل مع بعض الفراخ البانيه او بانيه المصانع بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان طعمها حلو قوي ونتيجتها خطيره. طبعا قدمناها مع شويه بطاطس، ايه قدمناها كده محمرة حاجة كده عسل، وزي ما انتوا شايفين ده بيبقى شكلها. عايزة بقى تخزنيها، عايزة تفرزيها، عايزة تبيعيها، عايزة، المهم ان احنا هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. وهقول لك تحطي ايه بديل الفراخ ويبقى احلى واجمل من طعم الفراخ وارخص منها كمان. وزي ما انت شايفة كده الكمية ربنا يبارك، عملت 12 قطعة، وطبعا قطع كبيرة مش قطع صغيرة. ولو عجبك الفيديو بتاع النهاردة يلا بينا نشوف مع بعضنا مكوناتنا وطريقة التحضير. اول حاجة، طب اول حاجة وهقولك صدقيني كل حاجة ب10 ب10. هنا جبت عندي ب10 جنيه بقسماط سايب، جبت عندي ب10 جنيه كريسبي من عند العطار، ده بيكون شكله بيبقى كريسبي خشن. او لو انت عايزة تجيبي في ناعم بيتباع، بس انا بحب الخشن ده شوية عشان الناعم بيبقى عليه رواسب حاجات تانية مش حلوة عند العطار. فبصي ب10 جنيه كريسبي وب10 جنيه بقسماط ناعم. ادي كده عندك هنا 20 جنيه، زي ما انت شايفه بصي بيبقى خشن كده. فانا عشان عايزه انعمه شويه او اكسره شويه بحطه في الكبه بالشكل ده. انا قبل كده على القناه التانية عامله البانيه الشركات او بانيه المصانع ببديل الفراخ اللي هو بواقي او تنظيف البانيه. كنت قلت قبل كده ب20 جنيه وب30 جنيه وب50 جنيه بنعمل اكبر كميات وبتفيدنا وتقعد عندنا في التلاجة. وان شاء الله مشيئة ربنا هعمله معاكم في مرة وهقول لكم ازاي، واحنا برضو شغالين في الفيديو ممكن نجيب الحاجات دي ونجيبها منين وازاي. خلاص بعد كده انا هنا نعمته عندي، انا عايزه بس تخليني اعمل شويه. لو انت مش هتعمليه بكبه ممكن عادي تجيبي حاجه كده تكسريه بيها، بنشابه او بالمسمار بتاع التوم جوه كيس، بس هو يعني بينعم معاكي شويه. بصي انا عايزاه كده يعني تبقى مش ناعم جدا ومش خشن، عايزاه نص تكسيره. نيجي بقى عند الفراخ، انا هنا عندي نص كيلو صدور من الفراخ او من عند بتاع الفراخ، يعني عايزه تجيبي بانيه مقطع، عايزه تجيبيه كده سليم مفيش اي مشكله خالص. وببدا طبعا اغسله وانضفه واقطعه بالشكل ده. خلاص طبعا هو مبيبقاش يعني في ريحه قوي لان الصدور بتبقى نظيفه مش زي الوراك. وهبدا انزل فيهم بالكبه زي ما انتوا شايفين. طب ايه حكايتي يا امان ان انت بتقولي قبل كده كنت صدقوني في حاجه اسمها بواقي البانيه بتتباع عند بتاع الفراخ، بتبقى سعرها الكيلو ب30 جنيه او ب40 جنيه، لان في الاول كانت ب20، ب40 جنيه بتتباع الكيلو. ممكن تجيبيه وتنضفيه، لو طلع منك ربع كيلو بس يبقى هتعملي كيلو الا ربع ب30 او 40 جنيه من البانيه بدل ما الكيلو ب200 وشويه. طب هنشوف هنضيف عندنا البهارات بتاعتنا هتكون ايه. انا مش عايزه ازود الكميه جدا فهحط عندي معلقتين من البقسماط المطحون، وهقولك على البهارات كلها معلقه صغيره توم بودره، وعندي معلقه ملح صغيره، وعندي فلفل اسود، وعندي بصل بودرة، وعندي شطة بالشكل ده. مش هكتر قوي عشان الفيجيتار الحار اللي معايا ده اللي انا هحطه ده بيكون فيه كل البهارات، فعشان كده انا بس بزود حاجات بسيطة تاني بيبقى بجد طعمه رهيب. لو انت مش عايزة تحطي كل الليلة دي هتحطي الكيس ده فقط لا غير، ما تحطيش معاه حاجة تانية، بس انا بحب ازود شوية. بقولت توم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل اسود وشطة، ولو انت حابة تزودي بقسماط اكتر عشان تكتري الكميه زودي، لكن انا مش حابه ازود الكميه قوي. انا عايزه اعمل فراخ كده اكل طعم فراخ، ما اكلش بقسماط وما اكلش بهارات. وهبدا ان انا اضربهم بالكبه بالشكل ده. ممكن تجمديهم شويه هيضربوا معاكي اسهل واسرع. على طول حطيت كل حاجه على بعضيها وهبدا ان انا الفهم بالكبه لغايه ما يبقى ناعم معايا وبيبقى طري كده بالشكل ده. انت لو خليتيهم جمدوا معاكي شويه مش هياخدوا وقت. بصي اهو، هي اصلا الفراخ لمجرد ما بتلف على بعضيها في الكبه بالشكل ده على طول. لو على فكره ممكن تضربيها بالخلاط، حطي كده شويه ميه صغيرين واضربي حته حته تلاقيه اتضرب معاكي زي الفل. ما عندكيش اعمليه بالهون بجد، اطحنيه بس حطيه في الفريزر شويه، وتجيبي كده من الفريزر شويه شويه اول ما يبدا يعني يتلج معاكي، وبالهون كده اطحنيه زي التومه يبقى معاكي بصي زي العجينه. هو كل ما فيه احنا عايزينها تتفرم في بعضها نص فرمه، انا مش عايزاها برضو تبقى عجينه قوي ومش عايزاها تبقى مخشنه قوي، يعني تبقى كده فيها فرمه بسيطه. خلاص اهو بدأت كده الكبة عندي لفت على بعضيها كده بقى عندي زي الفل. فزي ما قلت لك لو انت عايزه تبقى مثلا معاكي كتير او توفري او تضاعفي الكميه حطي لك 4 5 معالق بقسماط كبار، بس انا بالنسبه لي
لا مش عايزه ازود اكتر من كده. بصي حلوين ربنا يبارك قد ايه. تعالوا بقى نشوف مع بعضين هنعمل ايه. جبت عندي الكريسبي والبقسماط، وجبت عندي شويه ميه، وجبت عندي شويه زيت صغيرين، وده الكميه اللي احنا عملناها ربنا يبارك. انتي ممكن تتحكمي فيها وتعملي منها كميه كبيره، ممكن تعملي منها، صدقيني ممكن تعملي منها اكتر من 20-30 قطعه من النص كيلو. بس انا ما بحبش اعملها صغيره قوي زي ما انتوا شايفين كده. باخد قطعه على ايدي وبدهن زيت او ادهن ميه، مفيش مشكله. انا ولا هحط لبن ولا هحط بيض، خلينا نقتصد المواضيع ونعمل ميه من الحنفيه ارخص وهي اكتر حاجه في البيت. خلاص اهو، هحطها كده انزلها في الميه، وبعد كده هرجع انزلها في البقسماط، وبرضه ارجع انزلها في الميه تاني، واحطها اخر طبقه في الكريسبي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بس نحاول يا اما نعملهم كلهم مره واحده، يا اما تخلي بالك عشان ايدك ما تروحش على من الكريسبي على الفراخ على ده على ده، وتبداي تنفضي زي ما انا نفضت كده. يا اما تعمليهم كلهم مره واحده وترجعي بقى تسقطي بقى بالكريسبي والبقسماط والميه، يا اما تخلي بالك ان ايد تشتغل وايد تبقى نظيفه معاكي عشان ما يلزقش معاكي اكتر من كده. خلاص باخد كده حته وبعمل لها زي بوز، يعني نديها كشكل صدر الفرخه او شكل البانيه اللي احنا بنجيبه جاهز. اهو من الميه للبقسماط، وبعدين ترجع تاني على الميه، واخر حاجه خالص هو الكريسبي. ما تزوديش الطبقه قوي عشان ما يبقاش معاكي ضخمه. لو انت بقى حابه تضعفي وتكتري وتزودي، بترجعي في البقسماط ده مره واتنين وتلاتة. خلاص بالشكل ده. دي عدسة بجبة كانت في الكريسبي عشان محدش يقول لي هو ايه اللي انت بتعمليه ده. خلاص اهو بصي بعملها، بصي حلوه قطعه كبيره ربنا يبارك ازاي. مش هنتخنها قوي كمان عشان التسويه ما تستوي معانا، ما تبقاش قلبها ني، لان الكريسبي ده طبقه تانية. خلاص بالشكل ده اهو. هخلص كل الكميه بتاعتي وبعدين هنرجع مع بعض عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. يلا بينا. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسينيش في تعليق منك واجابة على الفيديو، ويسعدني ويشرفني انضمامك ليا للقناة عشان قناتنا الصغيرة تكبر بيكم. وعايزة منكم دعوة ان القناة التانية تبدأ تشتغل، لان معاها لغاية 21 شهر 2 اللي جاي لسه. فربنا بقى هو اللي هيدبر اذا كان هترجع ومش هترجع، مش عارفة. صدقوني عملت 12 قطعة من بني الشركات او بني المصانع بالشكل ده. طبعا كان فيها ورايا حوالي قطعة تانية او اتنين على حاجة، لان الطبقة عندي هنا مش شايل. عايزة بقى تفرزي فرزي، عايزة تحمري حمري، عايزة اللي انت عايزاه اعمليه، مفيش اي مشكلة خالص. يعني ده كده بيكون ربنا يبارك شكلهم بعد ما بصي انا حبيت اقرب لك الكاميرا عليهم شوية، حتت قطع كبيرة يعني مش صغيرة. هنشوف بقى مع بعضينا كده على البوتاجاز هنبدأ نحمرهم ازاي. بحط شوية زيت عادي خالص على البوتاجاز زي ما انت شايفة بالشكل ده كده اهو. بصي كده، وببدأ ان انا اقلب. بصي اهو ما بيلزقوش خالص بجد تحفة. ما بيشربش معاكي زيت خالص خالص خالص. بيتحمر بيبقى شكله ذهبي، بيبقى جميل كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. حابة زي ما قلت لك تفرزيه وتشيليه مفيش مشكلة، عايزة تزودي اكتر حاجة ترجع لك. بس بجد هما طعمهم كان رهيب. طبعا هنا حمرت جنبيهم بطاطس بالشكل ده. انا حبيت اكمل لك تكملة للفيديو لان انا كنت بصراحة عايزة اقفل على كده، بس قلت هوريكم ازاي وانا بحمرهم. وده بيكون غدانا النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم ويكون ضيف خفيف على قلوبكم. شكرا لكم على المتابعة. اشوفكم على خير وصفة جديدة وبمشيئة ربنا ان شاء الله ان شاء الله. هكتب لك المكونات في صندوق الوصف. اضغطي على كلمة المزيد، اضغطي على العنوان تطلع لك كلمة المزيد، هيطلع فيها صندوق الوصف مكتوب فيه المكونات والطريقة. اشوفكم على خير وصفة جديدة. سلام.